أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة بنكمل حكاية المقاتل لو، وفي أول مشهد النهاردة بنلاقي لو، شاورا وشي شينج بيتكلموا عن مهمة الصيد اللي هم داخلين عليها، وبنلاقي شاورا متحمسة إنها تشوف أقوى مقاتل على وجه الأرض هونج، ولو بيطلب من شي شينج إنه يوصفه، ولكن شي شينج بيقول له إنه ما يتوصفش لأنه مبهر أكتر من الشمس. بعد كده شي شينج بيحكي لهم عن القارة الجنوبية، وبيقول لهم إنها من أخطر الأماكن على وجه الأرض علشان الطقس هناك مناسب للوحوش، وإن عددهم هناك شبه غير نهائي. وفي اللحظة دي طيارة كبيرة بتهبط من ساحة الأكاديمية، وبينزل منها المقاتل اللي أنقذ لو في أول حلقة، الزعيم جوجي. وشي شينج بيستغرب إن لو بيتعرف على جوجي علشان هو لقبه يتخطى أهمية مقاتلين الحرب، ولكن في الأكاديمية بياخد لقب المراقب جو. وبنشوف جو وهو بيعرف الطلاب على المقاتل اللي جاي معاه، وبيقول لهم إن اسمه المراقب فلاديمير. وفجأة الوقت بيقف لما مقاتل تالت بينزل من الطيارة على سلالم خفيفة، ولو بيحس بالخوف والتهديد لما بيشوف المقاتل ده. والغريب ان الراجل ده بيمشي ناحية لو وبيهنيه على قوته العقلية، وبنعرف انه هونج. بعد كده هونج بيوجه كلامه لباقي الطلاب وبيقول لهم انهم المفروض يهدفوا انهم يكونوا اهم واقوى من مقاتلين الحرب. وبعد النصيحة دي هو والمدربين كلهم بيمشوا بسرعة خارقة وبيدخلوا المبنى. بعد كده لو بيعرف ان هونج طالب يشوفه لوحده، وفي الاجتماع هونج بيبلغ له ان قوته الروحية مع قوته الطبيعية بتخليه بقوة مقاتل حرب عملاق، وبيحذروا ان في ناس عايزة تقتله ومستعدين يعملوا اي حاجة علشان ينفذوا المهمة دي. فلو بيعترف له انه كان مسؤول عن موت واحد من ابناء كبار عائلة البوليسن، وبيأكد له انه كان دفاع عن النفس. فهونج بيقول له انه خمن ان ده اللي حصل، ولكنه بيحذره من لي ونينا بلوسن، وبيقول له انهم ناويين يقتلوه في القارة الجنوبية. فلو بيقول له انه هيدافع عن نفسه من اي حد هيحاول يقتله، ولكن هونج بيحذره من لي، وبيقول له انه اشترك زمان في مسابقات الحضارات القديمة التاسعة وكسب المدرع الاسود للمقاتلين. ولما لو بيسأله عن المسابقات دي، هونج بيقول له انها مسابقات قديمة لمقاتلين الحرب، وبيبلغوا ان نسبة الوفيات فيها كانت بتتخطى 70%، وإن ليه يعتبر من أقوى المقاتلين عشان نجح في المسابقات دي، وإن المدرع الأسود كمان بيزود قوته وبيحميه من هجمات السيوف والأسلحة. بعد كده بنشوف له زمايله راكبين الطيارة مع هونج وفي طريقهم للقارة الجنوبية، وفجأة مجموعة من الوحوش الطائرة بتهجم عليهم، والطيارة بتوجه الليزر بتاعها على الوحوش وبتقضي عليهم بكل سهولة. ولو بيفكر إن الليزر ده ممكن يقضي على أي مقاتل حرب مهما كانت قوته. في نفس الوقت بنلاقي جنود بينزلوا صناديق غريبة لنينا وليه، ونينا بتقول لجوزها إنها تعبت علشان تجيب الصناديق دي، وبتأكد له إن اللي فيها كافي يخلصهم من لو. وفي اللحظة دي ليه بيجيله تليفون وبيعرف إن الرجالة اللي كانوا هيقتلوا عيلة لو قرروا يتخلوا عن مهمتهم. ونينا بيجيلها تليفون من مدير التحالف، وبيقول لهم إنهم لو هجموا على لو فعيلة بوليسن هتعتبر من أعداء البلد. وليه بيتعصب وبيقول إن التحالف مش بيسمع كلام غير رجلين، سور وهونج، وبيخمن إن هونج هو اللي قرر يدافع عن لو، وبيوعد مراته إنه مش هيسكت وإنه برضه هينهي لو. بعد كده بنشوف ليه مع 3 مقاتلين تانيين، وبنعرف إنه رايح للقارة الجنوبية علشان يموت لو. وفي القارة الجنوبية بنلاقي الطلاب المقاتلين بيتوزعوا في أماكن مختلفة، وبيتبلغوا بالمكان اللي المفروض يروحوه بعد ما مهمتهم تخلص بعد 28 يوم. ولما بنرجع للو بنلاقيه بيقرر انه يقاتل لوحده علشان ما يعرضش اصحابه شي شانج وشاورا للخطر. وبعد ما لو بيمشي مقاتل تاني بيطلب من شي شينج انه يسجل بيانات لو علشان لو حصل له حاجه، وبيقول انهم كلهم لازم ياخدوا بالهم من بعض. ولما بنرجع لليه بنلاقيه في الطياره في طريقه للقاره الجنوبيه، وبنتعرف على المقاتلين ال3 اللي جم معاه، وبنلاقي واحد منهم شبه الفايكنج، والتاني بيبقى لابس زي النينجا، وبيقول انه مقاتل حرب مبتدئ وانه هيقدر يغلب لو بسهوله، وانه كان محتاج فلوس المهمه دي. وبيقول كمان انه مستغرب من وجود المقاتل الثالث اللي اسمه كيدارا علشان هو لسه مترقي لمقاتل حرب، وان المهمه دي مش من مستواه. ولكن كيدارا بيقول له ان ليه اقوى منه بكتير، وان لو شكله مقاتل قوي جدا علشان ليه يضطر يطلب مساعدتهم. بعد كده كيدارا بيسال ليه عن الصندوق المريب، وليه بيقول لهم ان فيه سلاح ليزر، وباقي المقاتلين بيتصدموا علشان السلاح ده بيستخدم ضد وحوش بس. وكيدارا بيترجى ليه انه يخليه يشتري الليزر باضعاف ثمنه علشان يقدر ينقذ قريته من وحش بحري خطير، ولكن ليه بيرفض، وبيقول له انه اصلا امتلاك السلاح ده غير قانوني، وانه هيدمره اول ما يستخدمه في قتل لو. وطبعا كيدارا بيتغاظ من رد ليه ولكنه مش بيعلق،
وفي اللحظة دي نينا بتتصل بجوزها وبتقول له إنها عرفت مكان لو من مقاتل معاه في القارة الجنوبية، وبنعرف إن المقاتل اللي كلم شي شانج كان من أتباع نينا. ولما بنرجع للو بنلاقيه بياخد عينة من جثة وحش لسه قتله، وبنعرف إن أغلب الوحوش في القارة من سلالة القرود. وفي اللحظة دي وحش من فصيلة الكانجرو بيهجم على واحد من الوحوش القرود ولكنه بيتقتل بسرعة. بعد كده لو بيلاقي مجموعة كبيرة من الوحوش بتهرب من الوحش اللي قتل الكانجرو واصحابه، وفجأة القائد بتاعهم بيظهر ولو بيخطط في طريقة علشان يقتلهم، وفي الآخر بيقرر يستخدم سرعته وعنصر المفاجأة علشان يهجم عليهم، وبيستخدم المهارة الرعدية علشان يقتل الأربع وحوش الصغيرين، وبيستخدم سكاكينه ضد القائد بتاعهم. بعد كده بنلاقي لو بيفكر في اليوم بتاعه وبيفتكر الأيام اللي كان بينبهر فيها بالمقاتلين اللي كانوا بيقدروا يقضوا على وحوش خطيرة لوحدهم زي ما جو عمل في أول حلقة، وبيحس بالفخر بنفسه إنه بقى من المقاتلين دول. وفي اللحظة دي لو بيجي له رسالة من شي شانج وبيقول له إن ده رقم الواحد من صحاب كانديس، ولو بيشكره إنه قال له، وبنعرف إنه بدل ساعة التعاقب بتاعته قبل ما المهمة تبدأ، وإن الرقم اللي كان مع شي شانج مالوش لازمة، وبيبدأ يستخدم مهاراته الروحية علشان يكشف مكان ليه، وفعلا بيعرف مكانهم وبيقرر يهجم عليهم الأول. بعد كده بنشوف لو هو بيتعقب ليه ومقاتلينه، ولما بيحس انهم مش مركزين بيهجم عليهم بالسكاكين بتاعته، ولكن ليه بيحس بيه في اخر لحظة وبيفعل الدرع الاسود بتاعه وبيصد الهجوم، وهو وكل مساعدينه بيخشوا في قتال مع لو، وبنكتشف ان ليه يقدر يحمي مساعدينه من هجمات لو بالمدرع بتاعه. وفي القتال بنلاقي لو بيقاتل 4 مقاتلين لوحده، وبالرغم من انه اقوى من كل واحد فيهم لوحده ولكنه بيواجه صعوبة في مواجهتهم كلهم مع بعض. بس بعد فترة بيقدر يقتل واحد منهم لما ليه بيبقى مش مركز معاه، فليه بيتعصب اكتر وبيهجم عليه بكل سرعته وقوته، وبيقدر يوقعه ويزقه بعيد، وبيأمر باقي مساعدينه انهم يقتلوه. فكيدارا بيستخدم حركة نينجا وبيهجم على لو ولكنه بيعرف يصده، فليه والفايكنج بينضموا للهجوم ولو بيتصاب جامد. ولما ليه بيجي يخلص عليه ويقتله كيدارا بيوقفه وبيقول له ان هو اللي هيقتله بسيفه الناري، ولكن لو بيقوم فجأة وبيصد الهجمة وبيقتل كيدارا. بعد كده ليه والفايكنج بيكملوا هجوم على لو وبيزودوا اصابته، وليه بياخد السلسلة اللي جي جانج ادتها له. بس في الاخر لو بيقدر يهرب وبيستخبى في كهف علشان يشحن نفسه، وبيفكر ان ليه مش هيتعقبه دلوقتي علشان هو قتل 2 من المقاتلين بتوعه. ولما بنرجع لليه بنلاقيه متعصب انه ما قدرش يقتل لو، والفايكنج بيبدا يزعق لليه وبيقول له انه معلوماته كانت غلط عن مكان لو وبيلومه على موت زمايله. بس ليه مش بيرد عليه وبيضرب الارض بعنف، وبيقرر يهجم على لو قبل ما يقدر يستجمع قواه، وبيأمر العالم بتاعه كيلين انه يجمع الليزر، ولكن كيلين بيقول له ان صناديق الليزر اتدمرت اثناء القتال. فليه بيتعصب اكتر وبيهدد انه يقتله هو وباقي الجنود، بس كيلين بيقول له ان في 3 طلقات فاضلين وليه بيهدى. وبعد ما الليزر بيتجمع كيلين بيقول ليه انهم هيحتاجوا يطلعوا له من الجبل علشان يصوبوا ناحيته وعلشان يضمنوا موته، ولكن ليه بيقول له يصوب عليه دلوقتي وهو في الكهف. وفي نفس الوقت بنلاقي له قدر يتعافى بسرعه بالتامل وباستخدام دم التنين، ولما بيحس انه كويس بيقرر يمشي، وبيوعد نفسه انه هيقتل ليه لما يواجهه تاني. وهو بيطلع من الكهف بنلاقي كيلين بيصوب على الكهف، وفي اللحظة دي لو بيفتكر الصناديق بتاعت ليه وبيخمن ان جواهم ليزر، وبيقرر يستخبى في اخر لحظة عند البحيرة. وفجأة طيارة حربية بتعدي وليه بيطلب من كيلين انه يوقف الليزر، وبيقرر يهجم على لو بنفسه، وبيأمر الفايكنج وباقي الجنود انهم يتعاملوا مع الطيارة الحربية. ولما ليه بيمشي الفايكنج بيكتشف ان الطيارة جواها فلاديمير، وبنعرف انه جاي علشان يدمر جهاز الليزر بتاع ليه. وطبعا الفايكنج بيسمحوا له علشان هو عارف انه ما يقدرش يقف في طريقه. ولما بنرجع ليه بنلاقيه بيطارد لو، ولكن لو بيكون مستخبي في مكان مهجور جنب البحيرة، وبنعرف انه رمى ساعة التعاقب بتاعته علشان نينا والمخترقين بتوعها ما يقدروش يلاقوه. ولما بيقف يرتاح وبيحس انه في امان فجأة حد بيكهربه وبيسحبه تحت المية، وبنكتشف انه وحش بحري هو اللي هجم عليه. وبكده يكون جزء النهارده خلص. ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا.